في فيديو النهارده جاي اكلمك عن فيلم اوبنهايمر وليه ممكن تشوف الفيلم اصلا، خصوصا ان فيلم درامي ومش ناس كتير بتحب النوع ده من الافلام. زي دريك بقطع كيك، خدت فلافل عملت بوفتيك عملت دبل كيك، انا الحقيقي وكلكوا فيك. هو في معلومتين بس الاول حابب اقولهم لك. الفيلم ده نزل في شهر 7، ايوه شهر 7 اللي عدى ده، لسه ما لحقش مكملش سنه حتى، جايب ايرادات مليار دولار. انا ما بحسبش يا خالد، انا بنقي بس. وغير كده واخد 5 جوائز من جولدن جلوب. يطلع ايه الجولدن جلوب ده؟ تلخيصا كده للموضوع عشان موضوع كبير، الجولدن جلوب دي جايزه بتاخدها الافلام اللي في هوليوود من سنة 1951. بينقوا فيلم جامد كده، وطبعا مبيبقاش داخل لوحده، بيبقى معاه افلام تانية، ويجيب لك بقى احسن مخرج، احسن سيناريست، احسن ممثل، زي الشامبيونز ليج كده، الهداف والاسيست والحاجات دي. بس ده بقى الشامبيونز ليج بتاع الافلام في هوليوود. فتخيل ان فيلم واحد واخد 5 جوائز، فاكيد الفيلم جامد. ولعلمك الفيلم مدته 3 ساعات، فان فيلم تاريخي ودرامي بالطول ده كله يا دي الطول يا دي الطول وعمل الارقام دي كلها، فاكيد فيلم مش عادي، فلازم تشوفه. يعني في الجولدن جلوب واخدين جايزة احسن فيلم درامي، احسن مخرج، افضل موسيقى تصويرية، افضل ممثل درامي، وافضل ممثل مساعد. انا وشي ما بقاش باين من كتر الارقام اللي عمال اعملها. مش دي مفاجأة ان في الحفلة بتاعت الجولدن جلوب دي الفيلم اترشح ل8 جوائز، اخد منهم 5. طب ماشي حلو. بيحكي عن ايه بقى؟ بيحكي عن ايه؟ قول. الفيلم باختصار بيحكي عن السيرة الذاتية لواحد اسمه روبرت اوبنهايمر، عالم فيزياء، وده من اول العلماء، ده لو ما كانش اول واحد، اللي بدأ في تطوير اسلحة نووية، واتلقب بانه والد القنبلة النووية. مش والد اللي هو كان حامل فيها وولدها، لا هو ابوها، ابو القنبلة النووية. ولو كنت بتحب البيكي بلايندرز، بطل الفيلم ده هو كيليان مورفي، اللي برضه البطل في البيكي بلايندرز. يا الدنيا سيرك ومسرحية وناس كتير عليها. فانت اكيد بتحب تمثيله، فاكيد الفيلم هيعجبك. وبعيد عن الفيلم مين اللي فيه وبيحكي عن ايه، خلي في دماغك انه جايب مليار دولار واخد 5 جوائز، فاكيد الفيلم جامد. روح شوفه. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش اللايك وتنزل تشترك وتفعل الجرس وتسيب لي رايك تحت في الكومنت. ولو شفت الفيلم قول لي في الكومنتات وعجبك ولا لا، ولو ما شفتهوش قول لي هتشوفه اصلا ولا الفيديو ما اثرش فيك اساسا. وبس يا زميلي، سلام.